عامل في كل اوضه جنب ديكوري. سلام عليكم. بند ديكورات الحوائط، العك كله عكيته فيه، العك كله. تعمل بانوهات، هتعمل تجاليد خشب، هتعمل ورق حائط، هتعمل دهان ديكوري، واحده واحده. لو مش عامل ديزاين وفر فلوسك، ابيض في ابيض كده وفاهم في السنبله كده زي الفل. عايز تعمل يعني لمسه، برواز، ستاره، كوشن، علق زينه، اقعد على النت اروح العب بلياردو. بس هتعمل ديكور ثابت على الحيطه لازم يبقى فيه تصميم، لان هتوصل لمرحله ان هي عكت منك ومش نافعه مع الفرش وصرفنا فلوس وهنفضل عايشين بقى في اللي احنا عملناه ده. انا عارف ان بيبقى في لحظه جلاله كده، ان هو انا عايز اعمل في كل اوضه حاجه تعبر عن شخصيه اللي هيعيش فيها. فلو عندي ولد هعمل له ازرق ورا، مش عارف ايه علاقه الولاد بالازرق، ولو بنت هعمل لها مش عارف ايه وراها، هعمل في كل اوضه جنب ديكوري. انا ما عنديش مشكله، بس اعمل الاول تصميم عشان ما تعكش منك، وخصوصا التجاليد الخشب مش بديل. انا بتكلم في تجاليد خشب. عملت تصميم، تعالى بقى نشوف احنا هننفذ التصميم ده ازاي، وهنتفق مع النجار على ايه. واحد، ان هو لازم يكون نجار بيشتغل تجاليد. ممكن يكون برنس في الموبيليا بس مش هيعرف كل يوم الساعة 8 الصبح يبقى في الموقع، لأن شغل التجاليد هو شغل نجار مع تيم، فرقة بتبقى متواجدة في الموقع لحد ما بتسلم حضرتك الشغل. حتى لو بيجهز الحاجات دي في ورشته وبيجيبها او في المصنع وبيجيبها، برضه بيحتاج لمده كبيره جوه الموقع عشان يسلم الشغل مظبوط. فلو النجار اللي انت بتتعامل معاه بيعمل كده، اوكي روح معاه. لو مش سكته بلاش تخسره. لو هو كويس از نجار موبيليا او از نجار مطابخ خليه، لان قريبا جدا هيبقى فيه نجارين تجاليد زي ما في نجار باب وشباك ونجار موبيليا، هيبقى فيه برضه نجار ديكور. وقبل ما اشتغل معاه هتفق معاه على الخامه اللي هو هيشتغل بيها ايه، واللون، ويعمل لي عينه، وهيثبت ازاي، ويشوف مشاكل الحوائط لو موجوده، ولو في اي مشكله في التصميم نحلها قبل ما ندفع فلوس، عشان بعد كده هنلاقي نفسنا بنحل بفلوس وهنعك. واتفق معاه على وقت، لان حدوته التجاليد النجاره بالذات كلها وقت، لان سهل جدا في الفينش بالذات ان تلاقي نفسك اتسوحت. انا شخصيا اتسوحت كتير معاهم، عشان اللي اوله شرط اخره نور. سلام عليكم.